يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. جايلكم النهارده بفكرة حلوة قوي لكل الستات اللي بتربي فراخ، وزي اليومين دول كده الأسعار بتاعت الفراخ نازلة جدا، وهي مش عايزة تبيع أو محتاجة إنها تبيع، بس عشان بسبب إن سعر الكيلو الفراخ واصل النهارده 70 جنيه، وطبعا في البورصة 60 كمان. طبعا دي مخاسر جامدة على كل الناس اللي بتربي، لأن العلف أصلا غالي، والخلطات والوصفات اللي احنا بنحطها كلها غالية. فجالك بفكرة حلوة قوي، ممكن ما تبيعيش دلوقتي خالص، وممكن كمان لو انت مش محتاجه انك تبيعي وعايزه تحطي الفراخ في الفريزر، بس ممكن تيجي بعد شهر ولا بعد اسبوعين تحتاجي تبيعي فرخه ولا اتنين ولا اكتر. فانا جايلك بفكره حلوه قوي. ممكن تعملي ايه؟ انا الفراخ كده بتاعتي عمرها 38 يوم، فراخي سارده يا جماعه، والله العظيم سارده. وانا عالجتهم وفضلت بالصبر معاهم لما وصلوا الاوزان اللي انتوا هتشوفوها معايا دلوقتي. ادي فرخه 2 كيلو 500 جرام، الفرخه اللي بعدها 2 كيلو 450. انا عملت ايه؟ انا جبت الفراخ، وزنتهم، ذبحت ونضفت وكيست، وجبت ورقه ولزقتها باللزق الابيض العادي بتاع الفلوس، اللزق الكبير ده، ورحت لازقه الميزان على الفرخه زي ما انتم شايفين كده. ورحت بعد كده مكيساهم ومدخلاهم الفريزر. انا زي اي ست بيت بتربي الفراخ علشان تاكل ولادها حاجه نظيفه، وفي نفس الوقت بحب ابيع 5، ابيع 10 على حسب العدد اللي انا بربيه. لو انا بربي 20 25 ببيع منهم 10 ولا 15، وبخلي 10، بخلي 15، بعمل كده. طيب الفراخ دلوقتي سعرها نازل، وانا مش محتاجه ان انا ابيع دلوقتي، الحمد لله ربنا سترها ومش محتاجه فلوس. فاعمل ايه؟ تعملي الوصف، الطريقه اللي انا بقول لك عليها دي. تكتبي الميزان على الفرخه، وزنها عليها من بره. تيجي بعد فتره بيعي لجارتك بقى، بيعي لصاحبتك، بيعي لاي حد معرفه. عندي فرخه 2 كيلو ونص، عندي فرخه 2 كيلو 50 جرام حتى. الفراخ ما شاء الله وزنها معدي معايا اهوت. ولسه في كمان فراخ انا لسه ما ذبحتهاش، انا ذبحت الخمسه دول بس، ولسه في باقي فراخ تانية ما ذبحتهاش. مش هذبح فراخ صغيره، مش هذبح اي فرخه ما تعديش ال 2 كيلو، لازم كل الفراخ معايا تعدي ال 2 كيلو ان شاء الله.